ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فلقد انتقلنا في الحصة الماضية الى باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو الباب الثامن من أبواب كتاب التوحيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ولقد ذكرنا في الحصة الماضية أن هذا الباب مكمل ومتمم للباب السابق، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. وصرح رحمه الله تعالى في الباب السابق بأن هذه الأشياء من الشرك على التفصيل الذي ذكرنا، يعني إما أن تكون من الشرك الأكبر وإما من الشرك الأصغر. ولكنه رحمه الله تعالى في هذا الباب المتمم المكمل لم يصرح بأنها من الشرك، وإنما ساق الأدلة رحمه الله تعالى، ثم بعد سياقه للأدلة أخذ منها الحكم أو الأحكام، أخذ منها الحكم. وهذا هو المنهج السديد، المنهج السليم، إذا كان في المسألة خلاف. إذا كان في المسألة خلاف ماذا يصنع الطالب؟ الطالب يأتي بالأدلة ويسوق الأدلة دليلا تلو الآخر، ثم بعد ذلك يأخذ الحكم من الدليل، يقدم الدليل ثم يأخذ الحكم من الدليل، فيكون هذا الحكم مبنيا على دليله. فيقول مثلا العالم أو طالب العلم: الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بمعنى أن دليل هذه المسألة، دليل هذا الحكم هو ما جاء في هذه الآية مثلا أو في هذا الحديث. وهذا يعني كما ذكرنا في الحصة الماضية من دقة فهم الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا يعني من معرفته
وهذا يعني من الأشياء التي يعني أثنى عليها أهل العلم رحم الله الأحياء والأموات منهم. وقلنا أيضا يعني الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الإشارة أراد أن يربي في الطلبة بصفة عامة الورع والتأني وعدم التسرع في إطلاق الأحكام. الإضافة الذي ليس عنده الذي لا يتأنى في إصدار الأحكام ولا يتورع في إطلاقها على الآخرين، هذا عنده قلة علم وفقه. فقلة العلم والفقه هي التي تدفع إلى العجلة وهي التي تدفع إلى التسرع. وكلما ازداد الإنسان ما شاء الله علما، كلما ازداد الإنسان صلاحا، كلما ازداد الإنسان تقوى، كلما ازداد الإنسان إخلاصا، كلما زاد الإنسان معرفة بالأدلة والأحكام، كلما يعني ظهرت عليه آثار التواضع وآثار الورع وآثار التأني وعدم العجلة في إصدار الأحكام على الآخرين. وكذلك يعني هم أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة. يعني هذا من باب التذكير بما سبق ذكره في الحصة الماضية، لأننا دائما نقول لإخواننا كل علم لاحق لا بد أن يبنى على علم سابق. فقبل أن نقرأ الجديد لا بد أن نتذاكر في القديم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذكرنا أن المقصود يعني ما جاء فيها من النصوص والأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الكرام وآثار التابعين من الأئمة الأعلام. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهكذا بنى المصنف رحمه الله تعالى كتابه: آية من كتاب الله وحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولا لصاحب أو أثرا لتابعي من التابعين. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. قلنا في الصحيح هذا اصطلاح يعني خاص بالمصنف والمؤلف رحمه الله تعالى، وليس اصطلاحه على اصطلاح يعني علماء الحديث. فمرة كما أشرنا في الحصة الماضية يقصد بكلمة الصحيح ما في مسلم، ومرة يقصد بها ما في البخاري، ومرة يقصد بها ما في البخاري ومسلم، ومرة يقصد بها أن الحديث صحيح. والصحيح بأنواعه محتج به كما هو معلوم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقينه في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قلنا وهذا الحديث يعني أخرجه البخاري رحمه الله وأخرجه مسلم أيضا رحم الله أئمة العلم والدين. ووصلنا يعني في القراءة وصلنا إلى قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى قوله يعني في بعض أسفاره. الأسفار هذه جمع، مفردها سفر، لكنه هنا لم يعينه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: ولم أقف على تعيينه. قال في بعض أسفاره. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: لم أقف يعني بعد البحث لم أقف على تعيين هذا السفر الذي يعني كان فيه هذا بشير أبو بشير هذا مع
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بشير هذه كنية، وابن عبد البر قال لم يعرف له اسما في الصحابة، وإنما عرف بكنيته. قال في بعض أسفاره قال الشيخ السفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا لأمرين. الأول حسي، وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه عن البنيان. هذا المعنى الحسي، يسفر بمعنى يعني يفارق ويخرج. والثاني من المعاني معنوي، وهو أن يسفر عن أخلاق الرجال، بمعنى المكنون عند الإنسان. إذا أردت أن تعرفه وتطلع عليه فماذا تصنع؟ فسافر مع هذا الرجل، سيسفر هذا التنقل وسيخرج ما كان يكنه هذا الرجل ويخفيه عن الآخرين. ولذلك قالوا يعني لا نقول عن فلان أنه يعرف فلان على الحقيقة إلا إذا سافر معه، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشف عنها. وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. قوله قلادة من وتر أو قلادة قلنا هكذا على أساس أنها فاعل، يعني تكون يعني مرفوعة. قلادة من وتر أو قلادة، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام وإما قيده. فهذا من دقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال شك من الراوي، والأولى أرجح، يعني قلادة من وتر، لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب. وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك. هذا يعني مر بيانه ومر إيضاحه وتكراره، لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام، فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد. وكان الناس يعلمون ذلك كثيرا من الصوف، أو يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره. يعني هكذا كانت عادة العرب، كانوا يعتنون في الحقيقة بهذا النوع من الحيوانات، إذ أن وبخاصة يعني البعير وبخاصة الأبعرة ينقلون عليها أمتعتهم ويتحركون بها من مكان إلى مكان. فبعضهم كان مثلا يضع عليها هذه الأشياء لا من باب دفع العين ولا رفعها، وإنما من باب يعني الزمام والقيادة، وهذا لا بأس به. قوله في رقبة بعير، قال ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك أو آنذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. فهذا القيد بناء على الواقع عندهم فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. من إخواننا يذكرنا بقاعدة ذكرنا بها مرات عديدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. زيد القاعدة التي تحكم يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى.
ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ما يجي الشخص مثلا يقول يعني ما نعلقه على السيارات أو مثلا على المحلات أو في أبواب المنازل والمحلات وما إلى ذلك لا يدخل تحت هذا النهي. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلادة يعني على بعير في رقبة بعير، قال ذكر البعير ولم يذكر غيره. نقول هذا لا مفهوم له. هذا وصف لواقع، لأن الشيء الذي كان موجودا آنذاك ومنتشر هو البعير. فالحكم إذن أن من وضع هذه الأشياء على سيارته أو وضعها على جسمه أو وضعها على جسم غيره أو وضعها مثلا أمام بيته أو أمام محله، فالحكم واحد لا يتغير ولا قال. ولذلك قال فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. إذن فتعليق هذه الأشياء القلائد هذه والحلقات والسلاسل والخيوط ويعني ما يوضع في الأذن أو في الأنف أو في الرقبة أو في الساعد أو في الرجل أو في الجيب أو في أي موضع من مواضع الجسد، من يعلق يعني هذه الأشياء لدفع العين، سواء علقها على نفسه أو علقها على غيره أو علقها على حيوان أو على سيارة أو على عمارة أو على كوخ من الأكواخ القصديرية أو علق مثلا عجلة وما إلى ذلك، فالتعليق في عمومه إذا كان لدفع العين يدخل تحت هذا الباب الذي بوب به المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يكون هذا التعليق نوع من أنواع التمائم، يكون هذا التعليق سواء كان عجلة أو غيرها يكون نوعا من أنواع التمائم، فيدخل تحت هذا الباب. يعني يسوق المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي ورد فيه ذكر الرقى والتمائم والتولة على ما سنقرأه. تلاحظ الآن يعني هذه الأشياء في الحقيقة رغم أننا ذكرنا في الحصة الأولى والحصة الثانية والحصة الثالثة ولعل هذه هي الرابعة من الحصص التي تتعلق بهذا الموضوع الذي عمت به البلوى وانتشر في أوساط الصغار والرجال والنساء، انتشر حتى في أوساط المصلين، حتى في أوساط رواد المساجد. تجد أحيانا بعض من يرتادون المساجد كما أشرنا سابقا إما أن يضع هذا الشيء في يده وإما في رقبته وإما في أذنه وإما في جيبه وإما أن يضع ذلك في يعني سيارته وإما أن يضع ذلك يعني على باب محله أو على باب منزله وما إلى ذلك. وهذا التعليق قلنا لا يخلو من صاحبه من يعني أقل أحوال هذا العمل أنه محرم، أقل أحوال هذا العمل أنه محرم ولا يجوز إن لم يكن من قبيل الشرك الأصغر أو من قبيل الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وسيأتي يعني مزيد تنبيه وبيان عندما نقرأ هذه النصوص التي ساقها الإمام المجدد رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين يستفاد من الحديث يعني من حديث أبي بشير أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، وبخاصة عند السفر والترحال، وبخاصة أثناء السفر والترحال. يعني الكبير في القوم ينبغي عليه أن يتفقد يعني أحوال من يرافقهم وينظر في أمورهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فلما رأى هذه القلادة على
يعني هذا الجمل أو هذا البعير، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بقطعها صلى الله عليه وسلم، وقال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. ثانيا أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه. هذه المسؤولية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يعني مسؤول عمن حولك. الواجب عليك أن ترعى أمورهم بما تقتضيه الشريعة الغراء. الواجب عليك أن ترعى أمورهم بما تقتضيه الشريعة الغراء. ثالثا أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا واضح. وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا، لأنه شرك، ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة هي هذه القلادة وليس مكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. وكذلك يعني لا تنحصر فقط في وضعها على البعير، فمن وضعها على فرس فالحكم واحد ولا يتغير، ومن وضعها على بقرة فالحكم واحد ولا يتغير، ومن وضعها على شاة فالحكم واحد، ومن وضعها في سيارة فالحكم واحد، ومن وضعها في محل أو مثلا على باب المنزل أو على رقبة غيره فالحكم يعني واحد ولا يتغير. من الفوائد أيضا أن الشيخ قال أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. الواجب على من يستطيع أن يغير المنكر بيده أن يغيره بيده، لكن لا بد من استعمال يعني الحكمة كما سيشير الشيخ فيما بعد يعني إلى هذا. لأنه في بعض الأحيان مثلا تأتي الرغبة في التغيير، لكن الرغبة في التغيير هذه لا تصحبها حكمة، فيتحول الأمر إلى شيء آخر. وأهل العلم ذكروا أن من شروط تغيير المنكر ألا نغير منكرا بارتكاب ما هو منه أكبر وأعظم، لأن الشريعة جاءت يعني درء المفاسد وجلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكبت ماذا؟ ارتكبت أخفهما أو أدناهما، كما يعني هو معلوم ومذكور في يعني بابه وفي مظانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم أنتم أيها المسلمون والمؤمنون حكام ومحكومين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما هو معلوم. لاحظ الآن لو قيل لك ما هو وجه الاستدلال من إيراد هذا الحديث على ما بوب له الإمام رحمه الله تعالى. قال: باب الرقى أو ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم ساق حديث أبي بشير: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ما هو وجه الاستدلال من الحديث على ما جاء في هذا التبويب؟ نعم. إذا كانت التميمة في شكل حلقة تعلق فهي من الشرك. أيوة ما شاء الله. زيد الآن وجه الاستدلال أن هذه القلائد من التمائم. ما شاء الله. أن تعليق هذه الأشياء هو من باب التمائم،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه القلائد بصفة عامة، وقال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فوجه الاستدلال هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق القلائد على الرقاب أو على أو الأرجل أو السواعد أو في أي مكان. هذا هو وجه يعني الاستدلال. لماذا؟ لأن من يعلقون هذه الأشياء يعتقدون أنها تدفع العين. لاحظ هذا هو الغالب. لا يأتينا مثلا إنسان يقول والله العظيم أنا لا أقصد دفع العين بوضع هذه الأشياء مثلا، ويقسم بالله العظيم، فنقول له يعني إن صدقناك فإن الحكم للغالب. فغالب من يضعون هذه الأشياء إنما يضعونها لغرض دفع العين. حتى الذين يضعون هذه العجلات حتى ولو أقسموا أنهم ما وضعوها لغرض دفع العين، فإن عموم يعني الواضعين لهذه الأشياء والمعلقين لها قصدهم وغرضهم ودفع العين. وهذا القصد والغرض دفع العين أو دفع الضر أو دفع العين. وهذا لا شك اعتقاد شركي، وأقل أحواله أن يكون بدعي، وهو محرم. اعتقاد شركي وأقل أحواله أن يكون بدعي وهو محرم. يعني المعلق لهذه الأشياء فعله لا يخلو من أنا أكرر يعني هذا الكلام وأعيده، لأنه فيه من يجلس معنا واستمع لهذا الكلام وسمعه مرة ثانية وثالثة ولا يزال يعلق على رقبته يعني هذه الأشياء، ويعتقد أنه إنما يضعها للزينة. وبعضهم يعني كلمناهم فنزعها اليوم وغدا ثم أعادها في اليوم الثالث. لاحظ الآن، لولا تعلق قلب هذا الإنسان بهذا الذي علقه أكان يعيدها بعد أن نزعها؟ إذن هذا دليل على أن قلب هذا الرجل تعلق بها. ولذلك يعني أنا أنصح يعني من يسمع لهذا الكلام ويستمع سواء حضر أم غاب يعني أن يبلغ هذا وأن يمتثل. وهذه يعني علامة الخير والسعادة، عندما يستمع الإنسان إلى شيء ويرى نفسه يعني على خطأ يستغفر الله ويتوب، وربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. لأن الشرك يا عباد الله الشرك خطير، ولو كان أصغر ولو كان خفيا فإنه خطير وصاحبه على خطر عظيم. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك لا يغفر حتى ولو كان صغيرا. وذكرنا في الحصة الماضية أن الشيخ الفوزان حفظه الله قال هذا هو الصحيح، أن الشرك لا يغفر ولو كان صغيرا، فنسأل الله السلامة والعافية. إذن ذكرنا وجه الاستدلال بالحديث السابق الذي ساقه الإمام المجدد، وهو يعني مخرج في الصحيحين. ثم يعني بعد حديث الصحيحين قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الإمام المجدد: رواه أحمد وأبو داود. وهكذا الإمام رحمه الله تعالى عندما يأتي بهذه النصوص والأحاديث إنما يأتي بها مختصرة، لأن الكتاب كتاب يعني مختصر، يأتي بهذه النصوص والأحاديث مختصرة يذكر منها محل الشاهد. قال: رواه أحمد وأبو داود، والحديث
صحيح كما يعني هو معلوم عند أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول شرك. لاحظ إن هذه حرف كما يقولوا توكيد ونصب، فالجملة إذن جملة مؤكدة كما يقولون. ثم فيها عموم الرقى بالألف واللام، والتمائم بالألف واللام، والتول بالألف واللام، ثم حكم على الجميع بأنه شرك. فأفاد الحديث بعمومه أن هذه الأشياء الثلاثة من قبيل الشرك. لكن خص من هذه الثلاثة، خص منها ماذا؟ الرقية. والتخصيص كما يقول أهل العلم هذا نوع من التشريع، ما شاء الله. التخصيص نوع من التشريع يحتاج إلى الدليل. ما هو الدليل الذي خرجت به الرقية الشرعية من هذا العموم؟ الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، أو لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ما لم يكن هناك أثناء العملية شرك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فأفاد الحديث بعمومه أن هذه الأنواع الثلاث كلها شرك، لكن خص من ذلك ماذا؟ الرقية بالنص. ولذلك يسميه العلماء هذا عام مخصوص، العام المخصوص، هكذا يسميه أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ ابن عثيمين قوله إن الرقى جمع رقية، قال وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به الخاص أو خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع. أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما يدريك أنها رقية. قال وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان فيه شرك؟ يقول الجواب الثاني، الرقى الواردة في الحديث هي التي فيها شرك، الرقى التي فيها شرك. قال الجواب الثاني لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة، لأن هذا ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعله، وثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم. فأنواع السنة الثلاثة ثبتت في هذا من قوله وفعله وتقريره. لا بأس بالرقى، وقد رقى ورقي له صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ومعروف. لكن فقط لا يطلب الإنسان الرقية، لكن إن عرضت عليه فهذا من الجائز. وحتى لو طلبها إذا كان في حاجة إليها فإن هذا لا يقدح في توحيده ولا في توكله واعتماده وتفويض أموره إلى ربه سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا كانت الرقية من العين أو الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. إذا كان الإنسان أصيب بعين عافانا الله وإياكم أو حمى يجوز له أن يطلب الرقية ولا حرج عليه في ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذا الرقى المباحة التي يرقي بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز أيضا. مثلا
يمسك الإنسان مريض يقول اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللهم ارفع عنه البلاء، اللهم ارفع عنه هذا المرض. هذا كلام جائز ولا شيء فيه وإن لم يرد، لكن لا نسمي هذا سنة، لا نسميه سنة، وإنما نقول هذا جائز لأن الكلام كلام يعني مقبول شرعا. ثم يعني سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني شروط الرقية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. قوله التمائم، يعني إن الرقى، المقصود بالرقى هنا يعني الرقى التي فيها شرك، وأما الرقى الجائزة فهي جائزة ولا شيء فيها. قوله والتمائم قال فسرها المؤلف، يعني هذه التمائم فسرها المؤلف بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي يعني فسر هذه الكلمة، كلمة التمائم، قال شيء يعلقونه على الأولاد يدفعون به ماذا؟ يدفعون به العين أو يتقون به العين. قال وهي من الشرك لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وهي من الشرك يعني تعليق هذه التمائم على الأطفال أو على الرجال أو على النساء لغرض دفع العين. يصرح الشيخ رحمه الله أن هذا من الشرك. قال لأن الشارع لم يجعلها سببا تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رفة وبالية خوفا من العين فهل هذا جائز؟ الشيخ رحمه الله يعني الشيخ ابن عثيمين الآن يطرح هذا السؤال. يقول بعض الناس مثلا يلبس أبناء وإن كان مثلا ثريا غنيا، لكنه يلبس في بعض الأحيان أبناءه يلبسهم الثياب الرفة، يريد من وراء هذا دفع العين. قال فهل هذا جائز؟ قال الظاهر أنه لا بأس به. قال لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا. لاحظ الفرقة، فرق الشيخ بين من يعني علق شيئا لدفع العين وبين من ترك يعني شيئا لدفع العين. قال وهو التحسين والتجميل. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن عثمان رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته. والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقوة. ومعنى دسموا أي سودوا. يعني تلاحظ مثلا بعض الصغار ما شاء الله عندما يبتسم يعني نسأل الله يعني السلامة والحفظ والرعاية، يعني لو لم يقل من نظر إليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأصابه بالعين، ولو كان يعني والد هذا الصبي أو والدته، ولو كان والده أو والدته. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه عندما رأى هذا الصبي قال دسموا نونته. قال وأما الخط وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها. لكن قبل هذا لاحظ هذا يعني الشيخ ابن عثيمين قال الظاهر أنه لا بأس به، لكن أحيانا الظاهر قد يتحول إلى شيء فيه المخالفة الصريحة. ولذلك يا أخي عندنا في السنة ما يدفع العين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. فهذا ما تدفع به العين. أما مثلا هذه الأشياء لأننا لو فتحنا الباب يعني لا الآن الناس الأبواب موصدة وهم يفتحونها بل ويكسرونها فما بالك يعني إذا فتحت لهم. بعض الناس مثلا يضع مرآة وبعضهم يا أخي أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة، لكنه ماذا يصنع؟ يخفي هذه النعم
ويظهر أن الرجل يعني فقير ومحتاج إلى من يعطيه دينار ليشتري به ثوبا. والله تعالى قال في كتابه: وأما بنعمة ربك فحدث. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأنت يا أخي بالصباح عندما تخرج من بيتك تحسن التوكل على ربك، فيقول لك الملك: كفيت وهديت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم احفظ، وغير ذلك من الأدعية التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بها نتقي العين، وما قدره الله كائنا ولا ينجي حذر من قدر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما الخط وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، ففيها خلاف بين العلماء. قال: وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز. يعني هذه التمائم التي تعلق ولو كانت من القرآن، فإننا لو فتحنا هذا الباب أيضا لادعى المشعوذون أنهم إنما يكتبون في هذه الحروز قرآنا. والدليل أن الأمهات تعنى إلا ما رحم ربك، والعوام لجهلهن تقول لك: رحت للطالب ماذا صنع؟ افتح الكتاب، وهي تقصد بالكتاب ماذا؟ تقصد به القرآن، هي تقصد القرآن. تقول لك: افتح الكتاب ثم كتب. هل المكتوب قرآن؟ تقول لك قرآن. فإذا فتحت يعني هذا الحرز أو الحجاب ماذا تجد به؟ تجد فيه خطوط وأشكال معينة ومربع، ثم يكتبون جبريل من هذه الزاوية إلى هذه الزاوية، وميكائيل على العكس من الزاوية السفلى إلى الزاوية يعني العليا. هل هذا هو القرآن؟ هو لبس على الناس. ولذلك حتى لا نفتح هذا الباب أيضا نقول التمائم ممنوعة يعني على العموم، حتى ولو كان المكتوب فيها يعني قرآنا، على ما سيذكره الإمام المجدد والشارح رحم الله أئمة العلم والدين. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين: وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة. حتى الآن احنا مثلا في المسجد وجدنا هذا المصحف، هذا النوع من المصاحف، مصحف بحجم صغير مكتوب فيه القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا المصحف ماذا يسميه العامة؟ يسموه الحجاب، يسمونه الحجاب. يا عباد الله، هل كلام الله عز وجل يسمى هكذا؟ يسمى القرآن ولا يسمى الحجاب. وهذا المصحف يباع يعني شكل خاص، لا يباع ليقرأ فيه الإنسان، لأنه لا يمكن أن يقرأ فيه الإنسان لدقة ورقة حروفه وكلماته، إنما يباع من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلق، إما أن يوضع في الجيوب، وإما أن يعلق في الرقبة، وإما أن يوضع في السيارة، وإما أن يوضع في وسادة النوم. يقول لك: روح ديروا في المخدة، تروح لك المخايلة. وهكذا يعني أصبحت الاستهانة بالقرآن الكريم، يعني يضع القرآن ثم يضع عليه رأسه يعني وينام. هذا في الحقيقة قد يذهب الله عنه الوساوس والأوهام، لأن هذا الرجل يعني انحرف بدرجة يعني كبيرة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يجب أن ننتبه لهذا وأن يعني ننبه. يقول الشيخ ابن عثيمين: ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة، ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه
لعابه، يعلقوا له في رقبته، تعرف أحوال الصبيان. قال وربما يتلوث بالنجاسة، نسأل الله العافية، ويدخل به الحمام والأماكن القذرة، وهذا كله إهانة للقرآن الكريم. الآن الناس تطاولت ألسنتهم في الحقيقة، يقول لك لا يا أخي أنا نعلق له المصحف هذا مثلا، هذا الحجاب هذا ومثلا وندير له طابلية، ما نخليش اللعاب يسيح على الحجاب هذا مثلا، وعندما يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء أقوم بنزع. يعني متى تستمر على ذلك؟ كم يمكن أن يستمر واضع هذه أو أن يستمر واضع هذه الأشياء على ربما تنتبه اليوم وبعد اليوم قد لا تنتبه، يحصل لك الكلل والملل والتعب، ولذلك سد الباب هذا يعني من أوله. قال الشيخ ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك للتعبد، كما يصنع الناس مع المصحف، مع كلام الله. كلام الله عز وجل يعني أنزله الله لي نقرأه ونتدبره ويعني نحكم به في حياتنا. فبعض الناس مثلا يشتري مصحف من أجل ماذا؟ يضعه مثلا في غرفة الاستقبال في واجهة مثلا من باب التبرك بالمصحف، وقد يضع هذا المصحف داخل سيارته من باب ماذا؟ من باب التبرك بالمصحف، وقد يضع المصحف داخل يعني محله. والغرائب والعجائب أن مثلا شريط الغناء يصول ويجول، والمصحف موضوع على المكتب يتبرك بالمصحف، وهذا يعني مما يعني يؤسف له، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال يعني بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، حتى أنه بعض الناس يقول له ما أنت وفقك أنت، يعني هذا بين العجائز على وجه يعني الخصوص. خذي مثلا هذا اللباس لولدي، اذهبي به إلى مكة وامسحي به الكعبة ثم عودي به إليه. يقول لك اللي عندها التعريضة تروح لها، واللي ما عنده تعريضة في التجارة تاعه يفتح الله عليه بعد هذا العمل. فهذا كله من الجهل. فالواجب علينا أن نعلم وأن نتعلم وأن نعلم وأن نذكر وأن ننبه لمثل هذه الأمور. يقول الشيخ وهذا جهل، وقد قال عمر في الحجر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله